البيض تاني يا جماعه، اسمعوا كده باسم يوسف بيقول ايه عن البيض. البيض هو الغذاء الكامل، لذيذ مليان بروتين صحي مغذي، يتاكل لوحده او جزء من وصفات لذيذه زي الحلويات او المخبوزات. مفيش احلى من اكل البيض. باسم يوسف بعد ما قال ان البيض هو الغذاء الكامل وانه لذيذ ومليان بروتين وصحي ومغذي ويتاكل لوحده كمان، وممكن يكون جزء من وصفات لذيذه زي الحلويات او المخبوزات، ومفيش احلى من اكل البيض في الدنيا، وان هي دي الوجبه الوحيده الصحيه الكامله، رجع وقال ان الكلام ده كله مش حقيقي. مش حقيقي. بعد ما الدكتور ضياء العوضي حطم معظم افكار الناس عن معظم الاكلات، رجع باسم يوسف يكمل مسيرته بشكل علمي معتمد على ابحاث الغرب نفسهم، وابتدى كلامه من امريكا، المكان اللي العالم كله بيعتمد على ابحاثهم ومعلومات. ركز في اللي جاي عشان اللي جاي ده كلام خطير جدا. وزارة الزراعة الأمريكية حاطة قوانين صارمة جدا في حالة التسويق للبيض، وبالقانون ما تقدرش توصف البيض إن هو صحي أو مغذي أو غني بالبروتين أو منخفض السعرات أو كويس عشانك أو حتى آمن. متخيل إنك ما تقدرش بالقانون تسوق للبيض على أساس إن هو آمن أو حتى حلو للناس؟ والسؤال اللي محير الدنيا كلها دلوقتي، إزاي بعد كل ده الناس لسه بتشتري بيض؟ باسم يوسف برضه جاب لك الإجابة من قلب أمريكا، في حاجة اسمها مجلس البيض الأمريكي، أو المكان المسؤول عن بيع وتوزيع البيض، واللي بيصرفوا ما يزيد عن 50% من ميزانيتهم السنوية اللي بتعدي 10 مليون دولار على تسويق البيض بس. طيب بيعملوا كده إزاي من غير ما يستخدموا كلمات صحي وآمن ومغذي اللي أصلا ممنوعة في أمريكا؟ باسم يوسف قال لك إنهم بيلفوا حوالين الموضوع ده، زي مثلا إنهم بيقارنوا البيض بالسوسيس أو بالجبنة أو أي حاجة مش صحية مقارنة بالبيض. طيب ليه البيض مش كويس عشاننا؟ وده كان السؤال الأهم. أولا البيض عبارة عن قنبلة كوليسترول، والبيضة الواحدة فيها 186 مللي جرام كوليسترول اللي جسمك بيصنعه أصلا من مصادر آمنة تانية، فكل ده كوليسترول زيادة على الجسم. تاني حاجة بقى، البيض بيحتوي على نسبة عالية من الكولين. الكولين ده بيتحول لمادة بتتسبب في زيادة كبيرة جدا في أمراض القلب والسكر وأمراض الكلى. ووصلنا لنقطة مهمة. وغير كده بقى إن في دراسات في جامعة هارفرد قالت ان الاستهلاك اليومي البيضة واحدة في اليوم بتزود نسبة المخاطرة بأمراض القلب، وخصوصا في الستات، زي نسبة المخاطرة بالظبط في تدخين 5 سجاير يوميا كل يوم لمدة 15 سنة. طيب ليه الناس لسه بتاكل بيض حتى الآن؟ أولا عشان البروتين، ثانيا عشان طعمه حلو. أول حاجة البروتين في البيضة الواحدة فيها 6 جرام بروتين، 6 جرام بس، أيوه، وده نفس النسبة اللي موجودة في نص كوباية حمص مطبوخ أو حاجات كتير تانية بتعادل نفس البروتين. أما من ناحية إن البيض طعمه حلو، فهو فعلا طعمه حلو، بس ده بيجيب مشاكل تانية كتير على المدى البعيد. وفي دراسات تانية كتير جدا اتعملت على استهلاك البيض، ولقوا انه ما بين 1930 ل 2012، يعني اكتر من 80 سنة، في الفترة دي بقى لقوا انه البيض بيزود خطورة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 19%، وبيزود خطورة الإصابة بأمراض السكر بنسبة 68%، ولما تبقى مريض سكر بقى نسبة الخطورة للإصابة بأمراض القلب بترتفع ل 85%. يعني دائرة منغلقة للأسف الشديد، دائرة مش عايزيننا نطلع منها، دائرة العلاج المستمر والمرض المستمر. والمفاجأة بقى ان في ناس كتير بتختار بس بياض البيض عشان البروتين، وبياض البيض زي الألبان والبروتين الحيواني، وبينشط حاجة اسمها مTOR، ودي سلسلة من التفاعلات اللي بتحفز الخلايا السرطانية وبتسرع العجز في الخلايا، لدرجة ان في دراسات اظهرت ان لما بتنتقل من بروتين حيواني لبروتين نباتي، كتلة الأورام السرطانية بتقل بنسبة 37% في الجسم. ومن افضل المصادر النباتية اللي بتوقف الMTOR او الخلايا دي البروكلي والبصل والتوت والعنب والكركم والمانجو والفراولة. وده كان شرح مبسط لجمهور اوسع لحلقة باسم يوسف اللي اتكلم فيها عن البيض بشكل علمي بحت. انا بالنسبة لي اصلا ما كنتش باكل البيض غير كل فترة كبيرة، والفراخ اتقفلت منها ونفسي ما عادش رايحة لها لو رجعت ب 20 جنيه الكيلو. وبالمناسبة كيلو الفراخ وصل ل 70 جنيه وقت تصوير الفيديو ده، وكرتونة البيض وصلت ل 90 جنيه، وده من بعد 140 جنيه من شهور معدودة يعني. وبالمناسبة باسم يوسف ما اتكلمش بس عن البيض، ده واخد الموضوع فصل واتكلم عن البيض والفراخ والألبان وبعض المنتجات اللي حصل عليها قلق. وده بيثبت لنا ان دكتور ضياء العوضي ما كانش مجرد انسان عادي ولا بيقول اي كلام وخلاص. واذا كنت مش متفق مع كل كلامه، فاكيد متفق مع جزء كبير جدا من كلامه. اكتب لنا انت كمان متفق مع كلامه ولا لا، او متفق مع ايه اصلا من كلامه. وما تنساش صلي على النبي.